اهي دي بقى طريقتي اللي بعملها بقالي سنين، جربيها وهتدعي لي. كفايه تقلي في البانيه وتخلصي الزيت عليه. معايا كيلو من البانيه، وتقدري كمان تستخدمي اوراق مخليه، بانيه بالعاميه المصريه يعني صدور فراخ مخليه شرايح رفيعه. هحط عليه بقى كده معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود ومعلقتين صويا صوص ومعلقه زيت، تتبيله بسيطه وسهله قوي. وفي طاسه احط معلقه سمنه، وهبتدي انزل بقى بشرايح الصدور كده، هشويها على الناحيتين لغايه اما تاخد لون تحفه كده وتعملي الصوص القمر ده. بعدين هشيلها وهنزل بمعلقه سمنه تاني، بصلايه صغيره يعني معلقتين بصل هيلموا لنا بقى الحروقه واللسوعه الجميله اللي حصلت مع البانيه، ومعلقه من الثوم. وهبتدي اشوحهم، وبعدين هنزل بثلاث معالق دقيق يتحمصوا مع البصل والثوم والسمنه، وننزل بقى بالحليب. هنا انا حاطه كيلو حليب ما شاء الله بقشطته وبخيره. هنزل بقى ايه الاخضر اللي بقطعه ده عيدان الثوم اللي احنا خزناها وهي فريش كده، بتبقى لذيذه في الصوصات والشربات، حلوه قوي. نزلت بمعلقتين كبار قشطه اختياري يعززوا لنا الطعم. بعدين حطيت ملح وفلفل اسود، غطيت عليها عشان اتاكد ان شرايح الصدور خلاص استوت. بص بقى الصوص تقل والفراخ استوت. في الاخر بقى رشه جبنه موتزاريلا، دي مش بيكاتا، البيكاتا ما فيهاش جبنه. وبعدين رشه كده بسيطه من البقدونس، واعملي جنبه بقى رز ابيض. وعندنا فريق بيحبه برز ابيض وناس تانية بتحبه بالمكرونه. بصوا كنت سالقه مكرونه كده، صفيتها وحطيتها في السرفيز، وفوقيها على طول الفراخ بصوص الجبنه، بقى حاجه كده رهيبه. جربوها يا جماعه، تدعوا لي الف هنا وعافيه.